وبعد 9 حلقات من مسلسل منتهي الصلاحية اللي هو تاني مسلسل يناقش موضوع مهم في النص التاني من رمضان، وبيتكلم عن التداول والمراهنات الإلكترونية. فطبعا أنا بحب النوعية دي جدا وكنت متحمس أوي للمسلسل. فهل بعد ما عدى منه يعتبر نصه كده، هل على قد توقعاتي ولا خيب ظني؟ اقدر اقول ان ده من المسلسلات الممتعة جدا في الموسم الرمضاني، واللي حلقته بتاعت كل يوم رتمها سريع واحداثها وشخصياتها عاجبني جدا. ولكن المسلسل لغاية اول 5 حلقات ما كانش شددني قوي، لان جدلا احنا ممكن نقول ان نقطة انطلاق الحبكة الحقيقية كانت في الحلقة الرابعة، ومن بعدها المسلسل رتمه بقى اعلى بالنسبة لي. وطبعا احنا عندنا خطوط كتير. خط محمد فراج وحسن مالك طبعا هو الافضل، وكتابة شخصياتهم مع بعض فكرتني شوية بالعلاقة اللي كانت ما بين والتر وايت وجيسي في بريكنج باد، واللي شاف المسلسل فهمني كويس. اما الخطوط اللي انا الصراحة مش مهتم بيها خالص، خط ياسمين رئيس، وده بالنسبة لي اداء مش احلى حاجة ليها. ونفس الكلام لخط هبة مجدي مع تامر نبيل، برضو كتابته ما كانتش افضل حاجة. وعندنا خط محمد فراج مع بنته، وده الحقيقة مثير للاهتمام. وخط محمد فراج مع والده سامي مع غاوري، وده الصراحة عجبني، خصوصا انها علاقة مش حلوة خالص بين اب وابنه. وافضل اداء تمثيلي في المسلسل بكل تأكيد محمد فراج، لانه طبعا موهبة جبارة، ووراه حسن مالك اللي غالبا ده اول دور اتابعه فيه، رغم ان هو عمل حاجات قبل كده. واخيرا الاخراج جيد جدا من تامر نادي، والسيناريو اتوقع هيكون افضل في اخر 6 حلقات، وهنوصل لاعلى نقطة في الاحداث. وطبعا هنعرف لما نتقابل بعد انتهاء المسلسل.